في سلسلة القواعد في اللغة العربية. تحدثنا في الفيديو السابق عن أنواع الجمل في اللغة العربية. وأنا عندي أنواع الجمل، عندي جملة اسمية وجملة فعلية. قلنا إن الجملة الاسمية هي الجملة التي تبدأ باسم. دلوقتي عرفنا إحنا أي جملة تبدأ باسم جملة اسمية، من اسمها كده. النهارده النهارده إن شاء الله هنتكلم عن الجملة الفعلية. يعني إيه جملة فعلية؟ أي جملة تبدأ بفعل. من اسمها كده فعلية يعني فعل، أي جملة تبدأ بفعل بنسميها جملة إيه؟ جملة فعلية. يبقى الجملة الفعلية هي الجملة التي تبدأ بفعل وتتكون من ركنين أساسيين. لها ركنان أساسيين، قلنا احنا تذكروا معايا قلنا أركان الجملة الاسمية لها ركنان أساسيين زي العمودين بتوع البيت، إيه وإيه؟ قلنا المبتدأ والخبر. أركان الجملة الاسمية مبتدأ وخبر. أما أركان الجملة الفعلية أيضا لها ركنان أساسيين وهما الفعل والفاعل. يبقى الجملة الفعلية لها ركنان أساسيين هما إيه؟ الفاعل والفاعل. يعني إيه فعل؟ الفعل هو عبارة عن حدث في زمن، هو عبارة عن حدث إيه؟ في زمن معين، سواء ماضي، سواء كان الفعل ماضي أو مضارع أو أمر. بتاعنا الفعل هو حدث في زمن. أما الفاعل هو عبارة هو اسم من قام بالفعل. الفاعل هو من قام بالفعل، الفعل اللي حدث الحدث، تمام؟ ودائما الإعراب بيكون إيه؟ مرفوع بالضمة. طب إيه السهم الثالث ده؟ ده بقية الجملة. بقية الجملة إما بيكون جار مجرور، إما بيكون إيه؟ مفعول به، وهذا ليست ركن أساسي في الجملة الفعلية. يعني بيبقى ركن أساسي في الجملة الفعلية. قلنا إحنا أركان الجملة الفعلية لها ركنان فقط، فعل وفاعل. زي مثلا بقول لك مثلا إيه؟ مثلا بقول لك إيه؟ نام الطفل. دي جملة تامة مش تامة؟ طبعا دي جملة تامة. نام فعل ماضي، مين ده اللي نام؟ أو من الذي نام؟ مين؟ الطفل، فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة. هل أنا احتجت هنا إلى مفعول به؟ طبعا لا. فيبقى دي جملة فعلية متكونة من فاعل وفاعل. يبقى أركان الجملة الفعلية لها ركنان أساسيين هما الفاعل والفاعل. أما المفعول لو جاء بعديها مفعول به أو جار مجرور ده بنسميه إيه؟ بقية الجملة وليست ركن أساسي في الجملة الفعلية. يعني أنا ممكن أستغنى عنه عادي خالص، تمام؟ نيجي بقى تيجي مثلا عندنا مثلا الأمثلة. نيجي بالمثال الأول: ذهب محمد إلى المدرسة. أول حاجة بتيجي تعرف أو تعرف مثلا إيه نوع الجملة دي، بنيجي عند أول كلمة في الجملة اللي هي بنحط تحتها خط كده أهو. وامسك ذهب. ذهب أنت اسم ولا فاعل؟ أنا دلوقتي متلخبط مش عارف كلمة ذهب دي اسم ولا فاعل. إيه بنعمل؟ نحط لها مثلا إيه؟ هنجرب معاها الألف واللام. ينفع أقول أن ذهب محمد إلى المدرسة؟ ما ينفعش. أو هنجرب معاها التنوين. ينفع أقول ذهب محمد إلى المدرسة؟ برضه ما تنفعش. يبقى ذهب كده اتأكدت إن هي إيه؟ إنها فعل. يبقى ذهب فعل ماضي مبني على الفتح. طب عايز أعرف دلوقتي الفاعل هنعمل إيه؟ بنمسك الفعل. لسه بقول تعود نفسك دايما لما تلاقي جملة فعلية تمسك الفعل تسأل كلمة إيه؟ كلمة من أو مين. طبعا استفهام. مين ده اللي ذهب إلى المدرسة؟ مين؟ أهو طبعا الفاعل محمد، فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة. وهنا إلى ده حرف جر، والمدرسة اسم مجرور وعلامة جره الكسرة. يبقى دايما بعد حرف الجر بيجي إيه؟ اسم مجرور بالكسرة. تمام كده؟ نيجي المثال اللي بعده: صلى في المسجد العلماء. دي أول حاجة نحط خط عند أول كلمة. صلى ده اسم ولا فاعل؟ صلى ده فاعل ايه؟ فاعل ماضي. طب مين اللي صلى؟ عليه نسأل نعرف الفاعل، نسأل كلمة ايه؟ كلمة مين اللي صلى؟ ينفع اقول في المسجد هو اللي صلى هو اللي فاعل؟ طبعا لا. فين الفاعل؟ مين اللي صلى؟ العلماء. يبقى صلى العلماء في المسجد. يبقى العلماء هنا ايه؟ فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة. اما هنا في المسجد ده ايه؟ حرف جر، والمسجد اسم مجرور على جره مين؟ الكسرة. كده انت عرفت فهمت ايه؟ فهمت ان الفعل بيجي بعدين فاعل بس مش دايما بيجي وراه على طول، يعني ممكن يتأخر شوية، تمام؟ بعد كده مثال بعده: ذاكر الطالب درسه. نحط خط عند اول كلمه ونمسك الكلمه ذاكر دي. ذاكر ده اسم ولا فاعل؟ طبعا ذاكر هل اسمه ذاكر؟ لا. ذاكر ده فعل ماضي مبني على الفتح. نيجي نمسك ذاكر نسالها مين ده اللي ذاكر الدرس؟ وذاكر درسه مين؟ الطالب. الطالب
فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة. ذاكر الطالب. ماذا ذاكر الطالب؟ يا ترى ذاكر ايه الطالب ده؟ ذاكر درسه. درسه مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة. يبقى مفعول به ايه هو مفعول به ده؟ المفعول به هو من وقع عليه فعل الفاعل، وقع عليه الفعل لعمل الفاعل. يعني هنا مثلا ذاكر الطالب درسه، هنا الطالب ده الفاعل، ايه الفعل اللي عمله؟ المذاكرة. من وقع عليه فعل الفاعل اللي هو مين؟ المفعول به اللي هو ايه؟ اللي هو الدرس، هو ده اللي وقع عليه المذاكرة من مين؟ من الطالب. يبقى درسه ده فعل مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة. طب يعني ايه منصوب علامة نصبه الفتحة؟ يعني نصب عليه مصدر ولا ايه؟ لا، ما تنصبش عليه. هنا منصوب على نصبه الفتحة يعني بيجي عند اخر حرف في الكلمة ونحط ايه؟ ونحط فتحة كده اهو. ابو الهاء دي مالناش دعوة بيها دلوقتي خالص، تمام؟ نيجي بعد كده هنا بيقول لك ايه؟ يا اما بيكون مفعول به يا اما بتكون جار مجرور. جار مجرور يعني حرف جر ويجي عليه اسم مجرور، ودائما مجرور علامه جره مين؟ الكسره. اما المفعول به دائما منصوب وعلامه نصبه الفتحه. النهارده اخذنا ان الجمله الفعليه بتتكون يا استاذ من ركنين اساسيين وهما الفاعل والفاعل. اما بقيه الجمله اما بيكون مفعول به او جار مجرور، وهما ليست ركنين ليست من اركان ايه؟ الجمله الفعليه. وقلنا بعد كده ان المبتدا، خدنا كده المبتدا والخبر، والنهارده اخذنا الفاعل ده دائما ايه؟ دائما مرفوع علامه رفعه الضمه. اما المفعول به دائما منصوب بالفتحه. اما الاسم المجرور دائما مجرور على جره مين؟ الكسره. دي في حاله ايه؟ في حاله بيكون مفرد. تمام؟